برنامج رسالة خير في حب الغير. عدنا من جديد في حلقتنا العشرون إن شاء الله، وفي الفقرة الأولى نتناول موضوع مهم جدا للغاية بعنوان العلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا في الجنة. وأيضا نسبة العلم كنسبة الجهاد الذي يؤخذ عليها المرء عند تعلمه. طبعا العلم يعلمك الأشياء ويفقهك في أشياء كثيرة في هذه الحياة. وأيضا يقول الله في كتابه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما بلغ الإنسان من علوم لا تزال قليلة جدا أمام ملكوت الله وعلم الله. فمن يتعلم يدرك مخاطر كثيرة كان سيقع فيها وهو جاهل. فليس لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ليس الجاهل كالمتعلم أبدا. الذي لا يقرأ ولا يكتب تجده الكثير من الأمور تفوته، الكثير من الأمور الذي لا يستطيع اقتناصها أو الحصول عليها. كمن يختلف عن الذي يتعلم، عن الذي يدرك، عن الذي يوسع مداركه في هذه الحياة بعلمه. وأيضا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. فالعلم رفعة، العلم سلاح، العلم سلاح في أيادي كل متعلم. فليس فقط في العلوم الدينية وإنما الثقافية، وأيضا مدارك أخرى في هذه الحياة تجعل الإنسان أكثر تجنبا للجدال، تجنبا للإغواء، تجنبا للمخادعة. فالعلم يبني العقول مداركها الصحيحة، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. فالعلم لا يجني إلا الأشياء التي يطمح فيها الشخص ويطمح بالحياة الكريمة. أوصيكم بتعلم العلم الذي يرفعكم عند الله. أوصيكم أيضا بالتدقيق فيما تأخذون من علمكم. وأيضا أكبر علوم الحياة في هذا الحياة تفيد الإنسان وتفيد المجتمع وتفيد الأمة كاملة، وعلوم الدين الإسلامي الذي صنع الله علينا من عالي السماء، الذي فرضها على عباده المؤمنين. وأيضا بعلمنا الذي نبتغي فيه رضا الله، وأيضا يكون هدفنا الوحيد هو إقامة العدل في هذه الحياة، وإقامة الشروط الدينية الذي أمرنا الله بها والذي نهانا عنها باجتنابها. هذا هو المفلح في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكونوا ذو علم عظيم بما يتفق بمسار الكتاب والسنة، تكونوا من الفائزين في الحياة الدنيا وفي. السلام عليكم متابعينا، أهلا وسهلا بكم. وعدنا لكم من جديد في فقرة سؤال على الماشي من برنامج رسالة خير في حب الغير. واليوم وجدنا الطفلة الحلوة. عرفينا على اسمش. كيف حالك يا أمل؟ الحمد لله. يا أمل معي سؤال، وإن شاء الله إذا أجاوبت عليه صح بهديكي جائزة. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا للجنة. يا سلام، إجابتك صحيحة يا أمل. ألف ألف مبروك الجائزة. لحظة، مليون مبروك يا أمولة. أهلا وسهلا بكم متابعينا، طبعا في لقاء جميل مع إنسان رائع يمتلك مواهب كثيرة ومحبوب لدى الجماهير. نرحب بالأستاذ توفيق الأضرعي. أهلا وسهلا بك. أهلا يا أستاذ، الله يحفظك وكل متابعينك وكل المشاهدين، نقول لهم كل عام وانتم بخير وحياكم الله. وإن شاء الله يكون اللقاء ظريف وأكون خفيف الظل عليكم بإذن الله. أنت خفيف يا أستاذ، أنا من محبينك ومن متابعينك وإنسان لطيف جدا. أستاذي الغالي، ما رسالتك في برنامج رسالة خير في حب الغير؟ رسالة مشهورة الفقرة الأخيرة. ما رسالتك عن العلم للجماهير؟ العلم أول آية نزلت في القرآن الكريم: اقرأ. صح، اقرأ. احنا أمة اقرأ لا نقرأ. قال العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يبني بيوت العز. كيف الناس يوصلون بالعلم؟ كنا في العصر العباسي، في العصر العثماني، ولا زلنا يا أستاذ. كان كلهم الفلاطعة حق العالم الآن منهم بن حيان، جابر بن حيان، كلهم ما شاء الله. ايش؟ لانهم
مسكوا العلم. ولكن يا أستاذ عندي ملاحظة، لا تكون الفخر لأجدادك، كن الفخر لأحفادك. أكيد أكيد نعم. يقولش الروح تظمأ والكتاب شرابها، ثم الكتاب إليك واعلم أنه لا يرتقي شعب بغير كتاب. الله الله عليك يا أستاذ، شكرا لأنك نورت برنامجي، والله أحلى من ينور برنامجي. الله يحفظك أستاذ، شكرا لجديدك ولجمال كلماتك. أنت مبدعة دائما يا أستاذ. رغم تواضع البرنامج إلا أنني سررت جدا به. عاشوا ياسين عليكم ياسين. الله يحفظك.